بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هتكلم النهاردة على حاجة مش محسوسة، ولكن هو معنى عميق قوي لرضا الله سبحانه وتعالى عننا، اللي ربنا بيبارك له في، وهو البركة عامة. ممكن دي حاجة انت ما تحسهاش، يعني انت اللي بياكل من حلال وبيتقي ربنا في عمله وبيتقي ربنا في تعامله مع الناس، ربنا بيبارك له في زوجته وفي أولاده وفي أوقاته وفي رزقه وفي عمره. في ناس كانت تستعجب مثلا لما يتقال حديث عن النبي عليه السلام ان مثلا ما معناه ان صلة الرحم تطيل العمر، وتستغرب وتفتكر انها تناقض بين ان ازاي يعني حاجة بتطول العمر ودي حاجة مكتوبة ومقدرة وما بتتغيرش، يعني بتتناقض مع الآية اللي بيقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الكلام أو المعنى مش الإطالة في العمر في عدد الأيام أو الساعات أو الدقائق، لا، البني آدم بيطال عمره بذكره، بطول ذكره بعد وفاته، بأنه عايش في قلوب أولاده وأحبابه وتلاميذه فترة طويلة وسنين طويلة. أديكم مثل بالشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. الشيخ الشعراوي أنا من الناس اللي اتربيت، كان والدي بيسجل الأحاديث بتاعته وكان من أشد المحبين ليه، ووالدي بالمناسبة رحمة الله عليه قبله في السعودية وهو بيحج، لكن أنا عمري ما شفته، وحتى أحاديثه لما كنت بسمعها وأنا صغير كنتش لسه في مستوعب أو بفهم كلامه ولا بفهم معاني تفسير القرآن أو حديث الجمعة اللي كان بيقدمه. ولكن وأنا يمكن في إعدادي أما توفى الشيخ الشعراوي لقيتني وبدون أي استيعاب مني إني ببكي عليه بحرقة شديدة جدا، وكأنه أحد من أهلي، برغم إني علاقتي بيه إن هو بشوفه في التلفزيون وحتى مش فاهم كلامه، ولكن هو ده المعزة اللي هي من عند ربنا، وقد إيه هو من شيوخي وشيوخ اللي أصغر مني لغاية دلوقتي، وأحاديث ربنا مبارك فيها وموجودة على اليوتيوب وموجودة في كل حتة وبيستند إليها في كل حتة، وكتبه ومؤلفاته ربنا مبارك. والشيخ شعراوي ميت من كام سنة؟ من زمن طويل، أكتر من 30 سنة، ولكن هو عايش معانا لغاية دلوقتي بكل برامجه حديثه وفتواه وتفسيره ومؤلفاته. يعني هو ده طول العمر بقى، هو عايش معانا لغاية دلوقتي وكل الأجيال عارفينه. يعني كل أجيال لما تيجي تقول الشيخ الشعراوي قال، ما يقولكش مين الشيخ الشعراوي مثلا، يعني علم وسيظل علم إلى يوم الدين الشيخ محمد بن طالب الشعراوي رحمة الله عليه. برضه اديكم مثال تاني، الإمام السيوطي من أئمة التصوف توفى وهو في الأربعينات، ولكن كان مؤلف أكتر من 1000 كتاب. ألفهم إمتى وألفهم إزاي في هذا العمر القصير؟ ما تقدرش تعرف، البركة في وقته. برضه بالمناسبة والدي رحمة الله عليه ما كانش ناوي يألف كتب، ولكن طرأت عليه هذه الفكرة
او هو كان شايف نفسه انه يعني مش مؤهل ان هو يألف كتاب او كده، من انه هو يعني كده، ولكن دارت عليه افكار الكتب اللي عملها او الكتابين اللي عملهم. في وقت ما كان هو واقف جنبي في محنة شخصية ليا وعايش معايا، مقدرش يسيبني لوحدي. وفي الفترة اللي عاش فيها معايا دي، وهي فترة لا تتجاوز الأشهر، جات له فكرة الكتاب وربنا بارك له في وقته وألفهم. وأما جه اقترحت عليه ان دلوقتي الأجيال الجديدة عايزة تسمع ما بتقراش، وانه يفسر الكلام ده عن طريق اليوتيوب ويدخل عالم اليوتيوب ويسجل في فيديوهات. ربنا بارك له في برضو أشهر قليلة انه يسجل كل، وكان عنده همة كبيرة جدا انه يسجل كل التفسير او يقول الكتابين بتوعه واكثر في مواضيع اخرى تاني تطرق ليها في اطار الكتب بتاعته. وربنا بارك له برضه في اشهر قليلة وخلصهم قبل وفاته بسنتين او بسنة ونص. فقد ايه ربنا اما بيرضى عنك ويحبك، بيبارك لك في عمرك وولادك ومراتك ورزقك، حتى لو قليل كما، لكن البركة المفقودة بيننا الآن. نسأل الله تعالى البركة في كل شيء. نتمنى من الله أن يجمعني مع أبي رحمة الله عليه ومع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.